السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي نعمل الوليمة اللي قدامك دي في أقل وقت وبأقل مجهود. هتعملي العظمة اللي قدامك دي. عملنا صينية كبيرة جدا جدا من المكرونة البشاميل بطريقة سهلة وبسيطة ومش هتاخد معاكي مجهود. أول حاجة يلا بينا نسمي الله وننزل على طاسة على النار بحوالي معلقتين من الزيت وعليهم معلقة سمنة كبيرة، أي مادة دهنية انتي تفضليها. وبعد كده هننزل بحوالي بصلتين كبار مفرومين متوسط، ونشوح البصل ده لغاية ما تبدأ البصلة تدبل معايا. أنا عايزة الخضار ما ياخدش لون، بس كده يعني مجرد ان انا ادبل البصلة. وبعد كده هنزل عليها بمعلقتين من الثوم المفروم، انا مقطعاه بالسكينة كده مش مفروم ناعم. وكل الخضار اللي انا هنزل بيه هكون مقطعاه يعني تقطيعة تكون متوسطة مش كبيرة ولا هي ناعمة. انا عايزة الخضار احس بيه في قلب الوصفة بتاعتي النهاردة. هنقلب كله في قلب بعضه تبدأ ريحة الثوم والبصل تطلع معايا. بعد كده هنزل عليهم باللحمة المفرومة، وزي ما قلت لك الكميه اللي انا مستخدماها النهارده كميه كبيره، تقدري انت تستخدمي على عدد افراد اسرتك. بس انا عامله وليمه زي ما قلت لك عشان خاطر يعني عندي ناس جايه وكده، انت تقدري تقللي الكميه. وطبعا المكرونه البشاميل من اسهل الاصناف اللي انت ممكن تعمليها، طريقتها سهله وكمان ما بتاخدش اي مجهود. هنشوح اللحمة كده لغاية ما تبدأ لونها يغير، واوعي تنزلي بالبهارات قبل ما اللحمة تدخل في السوا وتبدأ لونها يغير، وإلا الطعم مش هيكون أحسن حاجة معاك. بدأت اللحمة كده تدخل في السوا وتبدأ كلها لونها يغير، نزلت معلقتين كبار من صلصة الطماطم، الصلصة المعلبة، وهنبدأ ننزل عليها كمان بعصير الطماطم. قلبي بقى كله في قلب بعضه كده. وبعد كده هنبدأ ننزل عليها سوري مش عصير الطماطم، فرمت حوالي طماطمتين 3 برضو كده، قطعتهم ونزلت بيهم على اللحمة المفرومة، عشان خاطر أنا عايزة طعم الخضار زي ما قلت لك أحس بيه في الوصفة بتاعتي النهاردة. وبعد كده آخر حاجة نزلت بيها الفلفل الرومي ومعاه قرن فلفل حار، وده طبعا حسب الرغبة. وهقلب كل الحاجات ديت في قلب بعض، وهنزل عليهم بآخر حاجة البهارات بتاعتنا، فلفل اسود، وكمان هانزل بقرفة ومعلقة صغيرة من السبع بهارات ورشة من البابريكا، وهحط الملح على حسب الكمية الموجودة عندي. وهغطي على اللحمة المفرومة واسيبها تستوي مع الخضار وياخدوا من طعم بعض. في التوقيت ده بقى هنروح نجهز البشاميل. والطريقة بتاعة البشاميل سهلة ومش هتاخد معاكي وقت، وكمان لو اتبعت الخطوات ديت هيظبط معاكي. نزلت بحوالي 5 معالق من الزبدة، 5 معالق كبار من الزبدة، عليهم حوالي 6 معالق من الدقيق. خلاص 5 معالق كبار من الزبدة أي مادة دهنية، وحطيت كمان حوالي معلقتين من الزيت ونزلت عليهم بالدقيق. يبدأ الدقيق ريحته تطلع، مش عايزة لونه يغمق جامد. وهننزل بعد كده بالحليب، والحليب هنا عندي يكون حليب سخن، ما تنزليش بالحليب بارد جامد ولا هو سخن مغلي، يعني لا يكون كده سخن دافي كده بحيث ان هو البشاميل ما يكتلش معاكي. وانا بحب بصراحة انزل بشوية جبن مبشورة، عندي اي نوع جبن، جبنة رومي، جبنة موتزاريلا، ميكس جبن الموجود عندك. بس عايزة اقولك بينقل البشاميل في حتة تانية خالص ويخلي طعمه حلو قوي. هنبدأ نقلب كده لغاية البشاميل ما قوامه يتماسك، وهننزل على البشاميل بملح وفلفل ورشة صغيرة من القرفة مش أكتر من كده. وبعد كده نروح على الصاج بتاعنا الكبير ده، زي ما قلنا في بداية الفيديو إن هي وليمة. هننزل بشوية من البشاميل، طبعا سلقنا المكرونة وبنسلقها 3/4 سوا وعملناها كذا مرة مع بعض. وطبعا المكرونة ما تحطيش عليها مية، صفيها بس كده من المية بتاعتها. وبناخد كبشة من سليق المكرونة وننزل بيها على البشاميل، بيديها طعم حلو قوي، بيدي البشاميل طعم حلو وتماسك حلو. وبعد كده بنقلب معلقتين من البشاميل على المكرونة، ونبدأ ننزل بجزء من المكرونة في أرضية الصاج أو الصينية اللي عندك، وهنفرد المكرونة. وبعد كده ننزل عليها باللحمة المفرومة أو العصاج بتاعنا، ممكن تستبدلي اللحمة بالفراخ. وبعد كده هننزل ببقية
مكرونة وننزل عليها بالبشاميل، وآخر حاجة الجبنة الموتزاريلا، وعلى فرن سخن. الرف اللي في النص درجة حرارة 180. أول ما تستوي معانا هنبدأ نطلعها، وفعلا ما بتاخدش معاكي أي وقت ولا مجهود نهائيا، وفعلا بتعملي أكل في أقل وقت. يعني انتي لو مزنوقة أو جايلك ضيوف تقدري تستعيني بالصينية الحلوة دي بقى، جنبها طماطم طرنشات وكمان خيار ومخلل، كل واحد بالقطعة بتاعته كده يعني، وشوية بطاطس محمرة الولاد بتحبها جدا وبتحب المكرونة البشاميل، فهتكوني عاملة أحلى غدا وتحفة وما بياخدش وقت. شايفة الجمال؟ استوت وخدت اللون الحلو ده، ويلا بينا نجهزها. أحلى صينية مكرونة بشاميل بدون يعني وقفة كتير في المطبخ وبدون مجهود. لو وصلتي لغاية هنا وعجبك الفيديو ما تنسينيش بلايك وشير، واكتبي لي كومنت حلو كده عشان يوصلك يعني كل جديد، واقدر انزل لك وصفات. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع الف سلامة.